صباح الخير على كل عشاق النباتات الداخلية، بين قوسين أحباب مشتل الصوب. والله بصراحة بسبب الأحداث في غزة أنا ماليش نفسي أعمل فيديوهات خالص، سامحوني على التقصير بتاعي، بس أكيد كلنا ملناش نفس نعمل أي حاجة خالص. عشان كده النهاردة أنا قلت أصالحكم بشوية حلويات كده جميلة. 12 نوع أجلونيما موجودين في مشتل الصوب، تعالوا نتفرج عليهم. النباتات في منتهى الجمال كالعادة، أنا بحب الأجلونيما، ألوان تحفة، أحجام تحفة، حاجات تفتح النفس. خليكم معانا. بس قبل ما نبدا، اللي ما اشتركش في القناه ينزل حالا يشترك في القناه ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان نباتاتنا ومعلوماتنا توصل لكل حته في العالم. معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه، خليكم معانا. اتعمدت اعمل الفيديو النهارده بدري قوي علشان الاضاءه بتاعتنا تبقى حلوه. بصراحه اضاءه الليل اللي عندنا مش حلوه خالص، الكشافات اللي موجوده عندنا مش متوزعه مظبوط، فعشان كده بتطلع النبات بيتظلم في الوانه. النهارده هنبدا بالليدي فالنتاين. الليدي فالنتاين نوع من الاجلونيما هايل جدا جدا جدا، الوانه جميله قوي قوي ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. الورق الجديد، كل ورقه جديده بتطلع بلون مختلف عن القديم. مغامرة. أنا بصراحة بنصح صحابي لازم 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 تجربها. كل ورقة جديدة بتبقى أغمق أو أحلى من الورقة اللي قبلها. أجلونيما ليدي فالنتاين. النوع التاني اللي معانا النهاردة من الأجلونيما هي المونستون. المونستون أو أحجار القمر، نبات جميل جدا جدا جدا، ألوانه تحفة أوي 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 أوي، متسامح مع أي إضاءة ممكن تبقى عندك. لو عايز تديها إضاءة، لو هتديها إضاءة عالية هتبقى ألوانها فاتحة بالشكل دوت، لكن لو غمقت لها الإضاءة هيبقى الأخضر فيها شوية غالب. من النباتات الجميلة جدا والقوية جدا، وعلى فكرة النباتات دي بتخلف بسرعة أوي 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 أوي. للأسف لسه في مصر النبات ده مش رخيص أوي، مع إن إنتاجه سهل. الحمد لله بفضل ربنا إحنا أنتجناه وطلعنا منه دفعة كبيرة جدا جدا. طول الصيف اللي فات ده كنا بننتج منه وبنطلع منه لحد ما بصراحة الإنتاج عندنا خلص، فاضطرينا إن إحنا نشتري دفعة جديدة علشان نعمل منه إنتاج تاني إن شاء الله رب العالمين. النبات زي ما أنتم شايفين كده قمر أوي أوي أوي، جميل جدا جدا جدا. الليبستيك أو الكاريتي من النباتات الجميلة برضو، من النباتات القوية أوي 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 أوي. النبات ده مصري 100%، نبات اقتصادي مفيش أي مشكلة فيه. نبات حلو قوي. برضو هو مفروض ان هو الورقه بتاعته شبه الشفايف وحوالين منها حظ احمر، بس لما بياخد اضاءه عاليه بيبقى بالجمال دوت. في ايدك برضو تخليه ليبستيك، ورقه خضراء حوالين منها احمر، او تخليها بالجمال دوت. تحطه في اضاءه عاليه هيحمر كده، تحطه في اضاءه منخفضه هيخضر، وهيبقى هي دي الالوان بتاعه النبات الاصلي. نبات جميل ما شاء الله، الوان تحفه قوي 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 قوي. لعشاق الاحمرات وعشاق النباتات الجميله جدا جدا جدا، اكتر نبات بيتباع عندنا في مشتل الصوب السوبر ريد. السوبر ريد ده من النباتات الهايله قوي، اجلونيما سوبر ريد. احنا النهارده بنتكلم على الاجلونيما، برضو من النباتات القويه قوي 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 والجميله جدا جدا جدا. خلينا نتفق على حاجه، ان النبات الورقه الجديده بتطلع لونها فيها شرط خضرة شوية كده زي دي تقريبا كده، وبعد كده بتغير لونها بالمنظر دوت. من النباتات الجميلة قوي قوي قوي، ومن النباتات التحفة قوي 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 قوي. حصري في مشتل الصوبة عندنا وبس بينك ليدي فالنتاين. بينك ليدي فالنتاين من النباتات الجميلة قوي، لون البينك بتاعها خفيف جدا جدا جدا، لا هي ابيض ولا هي بينك. تقدر تقول ان اللون بتاعها رايح للسيموني شويه، برضو مع الاسف الكاميرا مش جايبه اللون بتاعها الحقيقي، بس هو فعلا نبات جميل قوي 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 قوي، تحفه خالص. حصري في مشتل الصوبه، اللون دوت مش موجود خالص 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 عند حد. عندنا منه مع الاسف عندنا كميه صغيره قوي قوي قوي، يا تلحقها يا ما تلحقهاش. زي ما انتم شايفين كده بوت 16، برضو نبات كبير، حجم الورقه ما شاء الله معقول.
نبات مرصوص برضو من تحت لفوق. الورق القديم اهو، ورق ايام ما هو كان بيبي صغير موجود. ده دليل ان احنا ما فقدناش ولا ورقه، ده دليل ان احنا مغذيين كويس. نبات قوي، صحته حلوه، 10/10. بينك ليدي فالنتاين. تعالى اوريكم بقى تحفه من تحف مشتل الصوبه. حاجه كده خيال خيال خيال. نبات جميل قوي قوي قوي، جديد جدا 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 جدا. على فكره النبات ده مستورد، جه صغير وتربى بالحجم دوت عندنا في مصر. مع الاسف هو نبات غالي شويه عشان مش موجود كتير، بس نبات تحفه قوي 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 قوي. تعالوا اوريكم حاجه كده. النبات ده اسمه ريد ستار داست، اجلونيما ريد ستار داست. بص ده كمان، ده برضو نفس الحكايه، هو نفس الفصيله نفس العيله، بس ده واخد اضاءه منخفضه، عاطي غموض، الوانه عاطيه غموض كده، حاجه تحس انها مش عايز اقول مش واضحه، لا هي فيها لون، فيه غموض، انا ببص لها بحس ان بغموض كده. لكن ده اخد اضاءه عاليه او اخد الاضاءه بتاعته المظبوطه، انا مش عارف انهي واحد فيهم الاضاءه بتاعته مظبوطه، الاثنين اجمل من بعض. ودي ميزه الاجلونيما يا جماعه، الاجلونيما الاضاءه اللي عندك بتخلي النبات حلو، سواء لو اضاءه منخفضه هتدي اضاءه، هتدي شكل كده حلو قوي، تحس ان انت في باطن الارض، او يعني بركان، مش عارف، بس مش عارف اقول عليه ايه، لان هو نبات حلو قوي. اضاءه عاليه بقى بالشكل الجميل برضو دوت، عطى حياه وروح وبهجه للمكان. بصوا الجمال والروعه. ده برضو مون ستار داست، يعني سواء اللون ده او اللون ده، هو طبعا اللون ده اللي متحكم فيه الاضاءه، فهو عمل شكل تحفه قوي 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 قوي. سواء كده الالوان البركانيه دي او الالوان الفاتحه القمر دي. والمناسبه احنا عندنا منها مقاسين، المقاس الكبير دوت في بوت 16، وعندنا مقاس تاني اصغر شويه بس مفيش منه كتير للاسف، اللي هو ده برضو الوانه تحفه. وعلى فكره المقاس الاصغر مخلف، في خلفه يعني، برضو مقاس حاجه جميله جدا جدا جدا. وده سعره اقل شويه يعني اقتصادي شويه، فقلت اجيبه ده برضو مع التاني علشان يبقى في تنوع في الاسعار. ريد ستار داست، ريد ستار داست. ومعانا النهارده برضو حاجه من انتاج مشتل الصوب. ولما نقول انتاج مشتل الصوبة يبقى نبات الى حد ما اقتصادي حسب طريقة انتاجه وسهولة انتاجه. المونستون الورقة الرفيعة من احب النباتات لقلبي. برضو النبات دوت تحطه في اضاءة عالية يديك الشكل الفاتح، الالوان الفاتحة الجميلة دي. تحطه في اضاءة منخفضة يديك شوية اخضر مع شوية بينك، حاجة جميلة جدا جدا جدا. نبات حلو قوي قوي قوي، صحة ما شاء الله. انتاجنا ورق مرصوص بتاعه هو من تحت لفوق، من نموات جديدة شغال. نبات حلو قوي قوي قوي، تحفة قوي قوي قوي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كالعادة الفيديو طول، انا اسف، لسه عندنا اجلالنا كتيرة ما عرضناش. هنقسم الفيديو على جزئين وهنعرض الجزئين ورا بعض على طول. لو عجبك الفيديو وعجبك نباتاتنا ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير الفيديو على قد ما تقدر علشان معلوماتنا ونباتاتنا توصل لكل حتة في العالم. كان معاكم وسام صقر من قناة مشتل الصوبة، استنونا في الفيديو الجديد ان شاء الله. باي باي.